ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا عيدين كل سنة نفرح فيهم ونخرج فيهم ونسعد نفسنا فيهم ونطيع فيهم ونبر والدينا فيهم ونصل أرحامنا فيهم. ليه احنا بقى نسيب الأعياد اللي ربنا عملها لنا وحللها لنا ونروح نتطفل على أعياد الناس التانية اللي هي محرمة علينا أصلا؟ ربنا سبحانه وتعالى عايز يفرحنا والله في عملنا العيدين دول، والنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين دول بيكون أشد فرح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لجاريتين بالغناء في بيته يوم العيد. أيوة أجاز لهم بالغناء في بيته يوم العيد من شدة فرحه، بس الغناء اللي بيكون بدون موسيقى، مش الغناء بتاع اليومين دول اللي بيكون فيه كلام هابط وموسيقى محرمة. وكمان ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا العيدين دول بعد عبادتين من أهم وأجل العبادات، عيد بعد صيام وعيد بعد حج. يعني العيد معمول للفرحة وللشكر وللطاعة. افرحوا في العيد واخرجوا في العيد وابسطوا نفسكم في العيد، لأن الأصل في العيد